كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة صينية الجلاش باللحمة المفرومة. احنا بنقول عليها أمامة، احنا بورسعيدية نقول على صينية الجلاش دي أمامة. بتتعمل باللحمة المفرومة او ممكن ساعات بالكبد والقوانص. عاملاها النهاردة باللحمة المفرومة جميلة قوي. هقول لكم على الطريقة الجميلة اللي متعودين عليها من سنين، بنعملها بالطريقة الجميلة دي المورقة، والحشوة بتاعتها الخطيرة، مش هتستغنى عنها في اي عزومة عندك او في سفرتك في رمضان. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده بقى طاسه وفيها ماده دهنيه، شويه زيت على معلقه سمنه، ونحط اللحمه المفرومه. نص كيلو لحمه المفرومه بيعمل صينيه حلوه كبيره، يعني مع نص كيلو جلاش كامل. نص كيلو جلاش بيعمل نص كيلو لحمه مفرومه. نحط اللحمه المفرومه لغايه ما لونها يتغير كده مع الزيت والسمنه. ننزل ببصلتين وسط مفرومين، نقلب كله مع بعض، وننزل بفلفل اخضر مفروم او متقطع مكعبات صغيره. انا بحب الحاجه افرمها في الكبه عشان ما تبانش قوي، علشان لو اولادنا بيحبوش الخضار ولا الفلفل مش هيبان، ولا هيبان بصل ولا هيبان فلفل. انا حطيت فلفل الوان مع بعض يدي الالوان حلوه. عندي كيش الوان حط فلفل اخضر بس. لغايه خلاص كله دبل كده مع بعض. نتبله بقى ملح وفلفل ورشه كمون والسبع بهارات. ريحتها تجنن. دي الحشوه كده هتبقى معانا جاهزه. نقلبها كده شويه مع بعض. شوف الوانها بقى الجميله، الفلفل الالوان مخليها طعمه قوي كده. خلاص الحشوه نحطها على جنب بردت. تعال ناخد بقى الجلاش بتاعنا، هنقسمه على جزئين. ده نص كيلو هنقسمه على جزئين. بس اول ما هعمل انا الصينيه بتاعتي مدوره، البايركس بتاعي مدور. حبيت اللي انا احطها ايه، اقسم الجلاش اقطعه من الطروف عشان ياخد التدويره بتاعت الصينيه. هسوي الجلاش بس عشان ياخد الرسمه، والزياده دي كلها مش هرميها طبعا، هبقى احطها في النص، او ممكن لو كتيره هبقى اعمل صينيه صغيره بيها. انا بصراحه كانت كتيره على الصينيه، اخدت الجوانب دي كلها بقيتها وعملت صينيه صغيره. ناخد البايركس بتاعنا او الصينيه اللي هتعملي فيها وتدهنيها سمنه. هناخد بقى كل رصه، احنا قاسمين الجزء بقى الجلاش على 2، يعني انت جايبه نص كيلو هتعملي ربع وربع. تاخدي بقى الكام ورقه، تاخدي ورقه ورقه كده وتحطي بنفس الشكل. لو واحده متقطعه متشغليش بالك عادي، بتسويها وبتحطيها عادي. بين بقى كل ورقتين او كل ورقه وورقه هندهن سمنه خفيفه خالص. في ناس كتيره بيعملوا لبن على بيكنج باودر على معلقه زبادي ويدهنوها مره واحده، بس دي الطريقه الاصليه بتاعتي اللي بنعملها بقالنا سنين. بين كل ورقتين بناخد فرشه سمنه كده وندهن الجلاش عشان يورق معانا بعد ما يتعمل. مش كتير يعني، احنا السمنه سايحه معاكي وبتدهني، مش بتكتري يعني، يا دوب بس ايه بترشيها كده عشان بين كل ورقه وورقه بتلاقي الدنيا معاكي بقى ايه متورقه وجميله بعد ما بتستوي معاكي. ده شكلها اهو. هخلص الكميه نصها كله عشان نبدا نحط الحشوه بتاعتنا. الحتت المتقطعه بحطها برضو في النص، مش هتبان معاك خالص. حطي كام ورقه كده في النص من المتقطعين من الحواف اللي احنا شلناهم. نحط كده اهو. خلاص السمنه مش هتبقى كتيره، متقلقوش خالص، الموضوع مش هياخد نص كوبايه سمنه بعدين اللي بتعملي بالفرشه. تعالي بقى ناخد اللحمه المفرومه المتعصجه ونحطها في الحشوه، وما نحطش في الجناب علشان ما تبقاش تتحرق معانا. وناخد بقيه كميه الجلاش ونحطها، وبين كل ورقتين برضو نرش السمنه بتاعنا لغايه ما هنخلص الكميه كلها. خلاص تعال بقى لازم نقطعها بالسكينه خرط مكعبات قبل ما نحط الماده اللي احنا هنحطها، السائل اللي هندخلها الفرن. خلال ما احنا بنعملها ونبقى فاتحين الفرن من تحت، من مش شوايه الفرن بس، ونبدا نقطعها خلاص مكعبات. ناخد بقى بيضه بملح وفلفل ونحط عليها كوبايه اللبن ونضربها كويس قوي. دي بقى اللي هنحطه ونرشه فوق الوش الأمامة او الجلاش، ده اللي هيخلي الطعم تحفه. نضرب كويس قوي اللبن مع البيضه بالملح والفلفل.
في ناس كتيرة بتعملها بالشوربة وبرده والله بتبقى جميلة جدا. يعني انا عملت صينية صغيرة باللي هي بالبقيت الفايض بتاع الجلاش اللي كان الموجود ده، سقيت بيه بالشوربة بتاعتي، لكن ده بالاصلية بتاعتنا دي باللبن والبيض، ودخلتها الفرن السخن. ودي شكلها بعد ما طلعت، شكلها وطعمها وريحتها تحفة فعلا، جنان، خطيرة جدا. هتاكلي احلى صينية جلاش باللحمة المفرومة بنفس الطريقة. هي لسه سخنة بقى، وبصوا بطلعها لكم تشوفوا القرمشة بتاعتها اللي من بره ومن جوه بتبقى خطيرة كده وطرية من جوه جميلة، واللحمة المفرومة فيها طعمها خطير بجد، من الاكلات الجميلة جدا اللي هتحبيها وهتعمليها في اي عزومة ليكي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.